السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الكرام، ألف مبروك، وماشي غير ألف مبروك، بل تريليون مليون ألف مبروك للمنتخب الوطني المغربي عقب الفوز ديالو والتأهل ديالو باش يكون متواجد بين 8 الكبار في بطولة كأس العالم المنظمة في قطر. إذا المنتخب الوطني المغربي كيفوز على نظيره الإسباني وكيمر لدور الربع من إقصائية كأس العالم. إذا الفرحة ديالنا كمغاربة لا توصف، وهذا الشيء هذا يعني وماشي غير المغاربة بل الأشقاء العرب، بل عدد كبير من المحبين للمنتخب الوطني المغربي. ولكن بغينا نعرفوا شنو كان رد الفعل الصحافة الإسبانية وأيضا بعض الصحافة العالمية على إقصاء فريق أو إقصاء المنتخب الإسباني من هذا الدور هذا على يد المنتخب الوطني المغربي. فصحيفة ماركا الإسبانية عنونت صحيفة ماركا الإسبانية عن خروج منتخب بلادها من كأس العالم في الدور 16 بفشل إسبانيا، المغرب يرسلنا إلى الوطن، باي باي وطريق السلامة. آس الإسبانية قالت أن المنتخب الإسباني اصطدم بجدار، وقالت إسبانيا تموت كما حدث في روسيا، لعبة الألف تمريرة تصطدم بجدار. صحيفة الموندو ديبورتيفو أكدت أن المغرب صنع التاريخ وعنونت في تقريرها عن المباراة وقالت إسبانيا تودع بركلة الترجيح والمغرب يصنع التاريخ. بطبيعة الحال والحمد لله المغرب يصنع التاريخ ليكون أول فريق عربي يصل إلى هذا الدور. نمر الآن إلى الصحف. نمر الآن إلى الصحف العالمية. فشبكة ESPN العالمية سخرت من لويس إنريكي مدرب إسبانيا بعد التصريحات حول ركلات الترجيح قبل مواجهة المغرب. قالت إنريكي أعلن أنه درب لاعبيه على تسديد 1000 ركلة جزاء ولم يسجل أي ركلة ترجيح أمام المغرب. قالت صحيفة BBC الإنجليزية في تقريرها عن فوز المنتخب الوطني المغربي أمام إسبانيا أن أسود الأطلس تغلبوا على إسبانيا بركلات الترجيح في مفاجأة كبيرة بالمونديال. وتساءلت كيف فاز منتخب المغرب على نظيره الإسباني بركلات الترجيح. الحمد لله عندنا لاعبين في المستوى، عندنا حارس في المستوى، عندنا مدرب في المستوى. شبكة CNN العالمية أشارت هذه الشبكة في تقريرها إلى أن تسديدة أشرف حكيمي في ركلة الجزاء الأخيرة كانت بمثابة بوابة العبور المفاجئة للمنتخب المغرب في صدمة التي حققها بالفوز على إسبانيا. فصراحة هذه ماشي مفاجأة، ولكن اللي خدم كيحصل، من جد وجد ومن زرع حصد. فالمنتخب الوطني المغربي خدم على هذه المباريات. فكرة القدم هي لعبة، ولعبة دائما كيكون فيها الفائز والخاسر. فمثل هكذا مباريات ماشي خص الإنسان أنه يبين بأنه راه مرر 1000 تمريرة أو 2000 تمريرة، ولكن العكس، شنو هي النتيجة في الآخر؟ فالمنتخب الوطني المغربي كان جدار مانع وسد قوي، ما خلاش يعني اللاعبين الإسبان أنهم يلعبوا الكرة ديالهم الحديثة كيف ما كنعرفوا على المنتخب الإسباني، لأنه منتخب قوي جدا، وهو اللي يعني علم عدة فرق وعدة أندية وعدة فرق دولية أنها تلعب كرة القدم الحديثة اللي هي التيكي تاكا. ولكن الأسود يعني الآن كانوا يعني يعملوا واحد الحصن حصين لمرمى بونو. فانتهى الوقت القانوني والإضافي بالنتيجة السلبية 0-0. وملي مشينا لضربات الترشيح هنا ما كيبقاش يعني الدور غير اللاعبين بوحدهم، بل حتى النصائح المدربين. ياسين بونو أبان على أنه أسد حقيقي وكفس لاعبين. إذن إخواني أخواتي، نتمنى باش يكون الفيديو نال الإعجاب ديالكم، وألف مبروك، 1000 مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.